والله يا جماعة يعني في موضوع كده قعدت أفكر فيه مع نفسي. دقيقة بالظبط كده فكرت. شهر شعبان يجي بعد شهر رمضان. طب شهر شعبان ده هو الشهر اللي بيرفع فيه الأعمال إلى الله، يعني هو ده الختام بتاع السنة الدينية بتاعتنا، يعني احنا كمسلمين ختام السنة الدينية كثواب وعقاب وحسنات وذنوب والكلام ده هو شهر شعبان. اللي عملته كله في السنة بتاعتك ربنا يعني أعمالك بترفع على مدار الشهر كله بتاع شهر شعبان. بترفع على الله سبحانه وتعالى. فالمفروض بقى ان خلاص شهر شعبان بترفع فيه الاعمال. طب بدايه السنه بتاعتنا بقى، بدايه السنه بتاعتنا احنا كمسلمين، بدايه السنه الدينيه بتاعتنا هو شهر رمضان. فده بقى الموضوع اللي هو يعني اللي خلاني بصراحه استعجب ان بدايه السنه الدينيه بالنسبه لنا احنا كمسلمين ربنا سبحانه وتعالى مخليها لنا هو شهر رمضان بالظبط، ده بدايه السنه بتاعتنا. لان يعني شهر رمضان صيام، الناس بترجع تصلي، الناس تروح مساجد، الصدقة، الزكاة. فسبحان الله دي مفيش بداية أجمل من كده ربنا سبحانه وتعالى يختارها لك، يعني إن تبدأ السنة الجديدة بتاعتك بشهر رمضان. فيحطك على الطريق بقى، يحطك على البداية اللي هو الرجوع. إن زي ما إحنا عارفين إن معظم 90% من الشباب في شهر رمضان بيرجعوا تاني يصلوا كل حاجة، والدنيا بتبقى تمام معاهم. طب بعد رمضان في اللي يكمل وفي اللي بيرجع تاني، لكن مفيش اجمل من كده بدايه ربنا سبحانه وتعالى بيديها لنا. ف دي ده موضوع انا فكرت فيه لمده دقيقه كده مع نفسي، يعني حسيت ان ده هديه جميله قوي من ربنا سبحانه وتعالى يعني.